إذا دائما في إطار البرنامج الخاص بالاحتفال بذكرى تأسيس التعاون الوطني، الذكرى 67 لتأسيس التعاون الوطني من طرف المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه. احنا نظمنا اليوم واحد ندوة علمية اللي كتناول موضوع ديال المنظور أو المقاربة ديال العمل الاجتماعي بين المنظور الكلاسيكي الإحساني إلى منظور الهندسة الاجتماعية الحديثة. بطبيعة الحال كانت مشاركة ديال العديد من الأساتذة والدكاترة اللي مختصين في الميدان ديال العمل الاجتماعي وفي الميدان ديال الإعاقة بصفة خاصة، واللي تناولوا اللي تناولوا هذا الموضوع من جوانب عديده، كبطبيعه الحال التطور ديال الخدمات الاجتماعيه في مؤسسات الرعايه الاجتماعيه، وكذلك في المؤسسات اللي كتقدم خدمات للاشخاص في وضعيه اعاقه، وبصفه عامه العمل الاجتماعي بالمغرب والتطور اللي حصل فيه بطبيعة الحال بفضل المجهودات ديال مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وكذلك المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية والقطب الاجتماعي، سواء وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أو كما قلت لكم التعاون الوطني أو وكالة التنمية الاجتماعية إلى غير ذلك، اللي ساهموا بواحد الشكل كبير في هذا التطور ديال الخدمة الاجتماعية بالمغرب منذ الاستقلال ديال المغرب إلى حد الساعة، واللي بطبيعة الحال كانت النتائج ديالو جد طيبة على جميع المستويات، سواء على مستويات المؤسسات اللي كيسيرهم جمعيات الشركة، وبهذا الخصوص نفذ الانتباه كذلك على الدور المهم اللي قاموا به حتى جمعية المجتمع المدني في هذا الإطار ديال تطوير الخدمة الاجتماعية بالمغرب. كما يعني اخر مثال يعني التطور الكبير اللي حصل غير في مده واحد 8 سنين حتى 9 سنين في ميدان ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، يعني الخدمات المؤسسات اللي كتقدم خدمات لفائده هاد الاشخاص يعني عرف واحد التطور كبير وعطى واحد النتائج جد طيبه. اكيد اليوم خلال هذه الندوه الوطنيه المنظمه برحاب مدينة تطوان تم مناقشة مجموعة من المحاور المهمة المرتبطة بالسياسات الاجتماعية، وتحديدا دور مؤسسة الرعاية الاجتماعية. كذلك ناقشنا مسائل مرتبطة بالحماية الاجتماعية بين التحديات والرهانات، كذلك مستقبل مشروع الحماية الاجتماعية، لا سيما أن بالفعل الآن المغرب كما قلنا سابقا كان في محك حقيقي حول تنزيل مجموعة من هذه المشاريع والبرامج المرتبطة بالحماية الاجتماعية. المناقشة مجموعة من هذه الإشكاليات المرتبطة بتمويل مشاريع الحماية الاجتماعية، إلى حد هناك استدامة، كذلك الإشكالات المرتبطة الآن بالحصول على الدعم، وهناك تعثرات على مستوى الحصول على الدعم، وبالتالي فقد خلصنا إلى أن هناك بالفعل مواكبة الدولة تراقب هذه المسألة، وبالتالي عندما يقع خلل على مستوى التنقيط، بمعنى أن عندما يرتفع المؤشر بالتالي قد لا يستفيد المواطن من الدعم، لأنه تبين بالفعل أن هناك معاملات إلكترونية أو معاملات بنكية، بالتالي التنقيط يتغير، وبالتالي لا يمكن الاستفادة بالفعل، لأن ما دامت هناك معايير للاستهداف الاجتماعي، معايير محددة سلفا، وبالتالي لمن يستحق، حتى لا نكون أمام مجموعة من الاختلالات كما سجلناها في خلال جائحة كورونا. إذن بالفعل هناك الآن الدولة المغربية برعاية جلالة الملك محمد السادس نتحدث عن دور مهم للدولة في إطار الاجتماعي، برامج طموحة في المجال الاجتماعي، هناك تحولات مجتمعية بشهادة الجميع، وتؤكدها التقارير الوطنية والدولية بالفعل أن هناك برامج مهمة جدا يتم تنزيلها تستفيد مجموعة من الفئات التي كانت سابقا محرمة من الدعم، كذلك من التعويضات العائلية. أنا جد سعيدة اليوم بمشاركتي في الندوة المنظمة من طرف مندوبية التعاون الوطني وبتنسيق مع جمعية الأمل النسائية حول موضوع هو جوهري، العمل الاجتماعي في المنظور الكلاسيكي الإحساني إلى الهندسة الاجتماعية الحديثة. وقد تطرق الموضوع اليوم إلى هذا العمل الاجتماعي من الزاوية الكلاسيكية العشوائية إلى مأسسة العمل الاجتماعي، حيث تم التحدث أيضا عن الخطابات الملكية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دستور 2011، وبالتالي تم الانتقال من التدبير العشوائي للعمل الاجتماعي إلى التدبير الحكماتي.